كل العرب يسمونها المن والسلوى إلا صناعها العراقيون، فهم وحدهم يسمونها من السماء، التي تعني المن النازل من السماء، وهي فعلا كذلك نازلة من سماء كردستان العراق ليجمعها فلاحو جبال بنجوين المنتظرون في بيوت الثلج والحجر. توفيق حلوجي سليل عائلة تصنع المن والسلوى منذ أكثر من قرنين، كان دليلنا إلى قرية كانيمانج أي نبع القمر حيث يهبط المن. 3000 سنة يعني من زمن نبي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لحد الآن باقي بهالجبال. الناس يجمعوا يجيبوا يبيعوا لنا، واحنا نسوي من السماء وحلاوته من السماء. على كل هذه الجبال يسقط المن، يسقط على أشجار المازو فقط، وحين يسقط على أشجار البلوط يصبح مرا. يحدث هذا في أول الصيف كل 2 أو 3 سنوات مرة. تعبير سقوط المن شعبي، فالمن مثل الندى يتفاعل مع الأوراق ويصنع طحينا سكريا سرعان ما يتحول إلى كتل صخرية تتفتت إلى صخور صغيرة بفعل المطارق لتنقع ليلة بنجومها، ثم تصفى وتغلى حتى تتحول إلى سائل يوضع تحت حرارة الخلط لساعات طويلة، فيتحول إلى سائل بقوام الحلوى. في زاوية أخرى يخفق بياض البيض الطازج ليمتزج بحلوى المن، فيضاف إليه الجوز الشهرزوري أو الفستق الحلبي. بخفة وتعود تمضي الخطوات. يبرد المزيج ويسلم نفسه للسكاكين والصواطير الرفيعة والمقصات، ثم إلى العلب والواجهات. من السماء إلى علب الخشب، رحلة يختلط فيها ندى السكر بدهشة الحرفة وسحرها.